يا أهل التوحيد، يا أهل السنة والجماعة، إن كان فيكم بقية دين فقوموا على هذا المجرم الذي يفسد في الأرض ويكفر في بلاد الحرمين ويحرض على الكفر. إن كنتم تزعمون، إن كنتم صدقتم فيما تزعمون أنكم أهل الدين. ويا سائر الملوك، يا عبد الفتاح السيسي، أعراضنا انتهكت، فإن كنت مسلما تنتمي إلى أمة محمد فتحرك. يا أيتها الجيوش الكاذبة الخاطئة، إن كان فيكم بقية دين ورجولة ونخوة فتحركوا، أو فاخلعوا لباسكم والبسوا لباس النساء، فإن في النساء رجولة ودينا تفوق رجولتكم ودينكم. يا أهل الله، إن هذه الدولة المسخ الضعيفة الهزيلة تبني بينها وبين الناس جدرا، لأنها تخشى الناس وتعطي التصاريح لقادتكم العمداء والألوية والقادة والوزراء، معهم تصاريح خاصة يعبرون الجدار، أما أنتم فلا يعبره منكم إلا كل صاحب حظ وفير. ولأن هؤلاء يخشون الأمة، ها هي هذه الدولة تصنع سياجا على حدود الأردن، لأنها تخشى المسلمين، تخشى أن يقوموا عليها، لكن حكامنا كلهم يأتون إلى تل أبيب. وبالأمس قامت دولة البحرين، دولة الجاسوس الذي هو تحت إبط ابن سلمان، تمهيدا لفتح سفارة في بلاد الحرمين. فتحت بالأمس سفارة لهم في البحرين. فهذه الدول، هؤلاء الملوك ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أولياء يهود، أولياء الشيطان، حزب الشيطان، كاذبون خاطئون مجرمون ملعونون أينما ثقفوا. فلا يجعلن أحد منكم في قلبه ولاء لأحد منهم، فتكون عاقبته أن يحشر معه في جهنم. اللهم إنا نبرأ إليك من حكامنا وقاداتنا الخائنين المفرطين الكاذبين الدجالين. اللهم إنا نتبرأ إليك من قادتنا المزيفين الجبناء، أعداء الدين أعداء الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نتبرأ إليك من كل كاذب منافق خسيس عابث في الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك هبة صادقة في أمة المسلمين يعدلون فيها حالنا المائل ويقيمون فيها الحق يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. انصرنا وخلص بلادنا من الأسر، خلصنا من المجرمين الخائنين الكاذبين أصحاب الأوزار يا أرحم الراحمين.